ممكن تكونوا بتشهدوا بداية طريقة ثورية جديدة لصناعة أثاث الحدائق بإيديكوا، وممكن كمان مش بس للأثاث، في ناس ممكن تفتكر الكنبة دي خشب عالي الجودة مع إنها ما فيهاش ولا قطعة خشب، وكل ده علشان استخدمنا خامة مركبة حديثة من الجيل الجديد. وكل المكونات للإبداع ده متوفرة وسهل تلاقيها في أي محل أدوات بناء. أثاث الحديقة الخشبي بيخسر جماله بسرعة، ودايما محتاج حماية من المطر بمواد غالية أو يتحط تحت مظلات. كنبتنا ما فيهاش العيوب دي، وممكن تعيش أكتر من 50 سنة حتى في شكلها الأصلي وتحت السماء. أثاث الحديقة البلاستيك الصيني اللي بيخاف من المطر بقى سعره قريب من أثاث الخشب الأحمر. واضح إن الصينيين ما بقوش رفقنا، أو يمكن المشكلة في رجال الأعمال اللي بيستوردوا أساس منهم، ويمكن الاتنين مع بعض بيحاولوا يكسبوا على حساب أخونا صاحب الأرض اللي عايز يوفر لنفسه راحة في أرضه. أظن إننا مش هنلاقي نهاية للارتفاع الجنوني ده في الأسعار، عشان كده قررت أساهم وأوفر في التكاليف. زي كل مرة متابعين قناة أغاني ياشا كوسياك أول ناس يعرفوا المعلومة دي. هنتكلم عن كل حاجة بالترتيب. أهلا بيكم. أول حاجة بعملها إني بخشن سطح ألواح الفوم الملساء بنصل منشار خشب مفصول عن اليد. الألواح اللي بستخدمها سمكها 3 سنتيمتر وفيها حافة ربع أو الحافة ال بقص الحافة من ناحية طويلة وأخرى قصيرة، بشرائط رفيعة متباعدة من رغوة لاصقة بوليوريثان بلزق شبكة فايبر جلاس للجبس من غير تفاصيل المواصفات القياسية. ممكن أستخدم مقاسات نموذج صناعي جاهز لارتفاع وعمق الكرسي ومساند الذراعين، وده اللي أنا بعمله. بعد كده بستخدم طريقة موسم البناء 2023 لثني الفوم بالشبكة، ومعاها خشبة، مشبكين، وترابيزة لحام من صنع إيدي. الترابيزة دي اسمها رامشتاين على فرقة الميتال الألمانية. مفيش سياسة في الموضوع. هحكي لكم إزاي ممكن تثني الفوم من غير ترابيزة رامشتاين بعد شوية. عشان تضمن نتيجة كويسة ثبت اللوح من حوالي 2 ساعات على الأقل. هبدأ في اللوح التاني وهعمل زيه بس معكوس، عشان الأول للشمال وده لليمين من الكنبة. تثبيت فوم رامشتاين تحت العارضة السفلية بيخلص بسرعة، وده اللي عندنا. الفوم ده مادة قوية كفاية ضد الضغط، بس هشة شوية مع الانحناء. الشبكة الزجاجية القوية مش بتسمح بتكون شروخ مدمرة في الجهة الخارجية، والانحناء بيحصل بسبب انضغاط وتشوه الجهة الداخلية، يعني الجهة اللي بيحصل في اتجاهها الانحناء. مقعد الكرسي القديم في الشارع ارتفاعه 41 سنتيمتر. بعلم الارتفاع وبشد خط هستخدم بواقي الشبكة من المشاريع اللي فاتت. عشان أثبتهم محتاج شوية صغيرين فوم لاصق بوليوريثان. بعد كده بعمل شقوق لحد خط ارتفاع الكرسي التقريبي. من بره بشيل الشبكة لحد الخط ده تقريبا، وبحاول أعمل الانحناءات بإيدي بس. في الأساس كله بينجح، بس بيكون أقل مجهود لو رجعت أستخدم البلوك مع المشبك والترابيزة. مش محتاج أثني هنا بزاوية 90. وأنا بدور في المخزن لقيت قطع فوم 2 نص اللوح القياسي و2 أصغر، بسنيهم بنفس الطريقة اللي عملت بيها أول قطعتين بالظبط. ثنيت الأولى والتانية، وده كمان 2،
دلوقتي عندي 4 قطع صغيرة تحت عرضة الترابيزة، وبشتغل في نفس الوقت على القطعة الكبيرة التانية المعكوسة. أتني ال4 قطع الصغيرة أكتر علشان يتساووا، وبحط جواهم الحاجات اللي شبه بعض. وأنا مستني الغرا ينشف بكمل ثني القطعة التانية. معظم القطع المنحنية للكنبة الجاردن الجديدة جاهزة، والدرع الشمال اتحط، لكن الدرع بتاع الكرسي المصنع مبين إني عملت درع عالي شوية بقطع الزيادة بمشرط البناء، وبسيب جزء بسيط وبعدها بلزقها. شكلها بيبقى تمام. عشان تثبيت الغرا لحد ما ينشف بستخدم مسامير مؤقتة، وبنفس الطريقة بثبت الدرع اليمين بلزق القطعتين اللي هيبقوا ظهر الكنبة مع بعض. ودي لحظة الحقيقة، بحط الغرا على أطراف القطعتين الكبار يمين وشمال، وفجأة بقوا لازقين، وكده الظهر جاهز. فاضل خطوة بسيطة. قصاقيص الشبكة حمت لما أخدت الشكل اللي كنت عايزه، بشيلهم ومش برميهم. وناوي أعمل كرسيين كمان بنفس الطريقة. زي ما وعدت المتابعين هفكركم بأغاني ياشا كوسياك، وللجدد هحكي عنها. إزاي ممكن تثني الفوم من غير ترابيزة لحام مصنوعة في البيت زي رامشتاين مثلا؟ وأنا بثني الفوم في الصيف وأنا بعمل كمبوستر دافي للعشب المقصوص، استخدمت سور خشب للمساحة اللي تحت السقف، وبعدها استخدمت طرف الأرضية الخشب للمساحة دي. حسيت التثنية أسهل. لما ثنيت الفوم في الكمبوستر قدرت أعمل زوايا مدورة، وده في رأيي خلى شكله أحلى. ومش بس كده، وأنا بعمل حمام السباحة الصغير كنت بسني فوم بنوبلكس كومفورت بإيدي، وركبت عليه شبكة مؤقتة بلزقها. للفكرة دي كنت محتاج ألواح متنية بشكل متساوي على طولها وبنصف قطر قوس كبير شوية، وبفضل خواص الفوم بنوبلكس كعازل حراري فعال جدا قدرت أعمل حمام سباحة صغير بخصائص فريدة. في الجو المشمس المية بتسخن بسرعة وبتفضل دافية حتى بالليل. بفضل خاصية الفوم في بنوبلكس وامتصاصه القليل للمية قدرت استغنى عن العزل المائي وتكاليفه. أول مرة جربت تني الفوم البوليسترين المبثوق كانت من غير شبكة، وثبتها بالفوم قطع خشب وكلامبات. تقدر تدعم الابتكارات الرخيصة على قناة أغاني ياشا كوسياك من زر الرعاية على يوتيوب. جربت قبل كده أثني الفوم المقوى بشبكة مسلحة ومادة لاصقة للعزل الحراري، واستخدمت القالب كمصفوفة، والمادة اللاصقة كانت لسه طرية. بعد ما الخليط كان بينشف كانت بتطلع حلقات قوية. بالطريقة دي عملت حلقات لسبتك المعالجة البيولوجية بخصائص فريدة. سيبت لكم فيديو فيه كل اللي عملته تحت الفيديو ده. لازقت الكرسي بميل خفيف على خط المسندين وقطعت الزيادة، واستخدمت كمان بواقي شغل قديم. الطرق اللي بجربها تقريبا من غير هدر. أنا مش بس بحاول أصور كل خطوة في عملية التصنيع بالتفصيل، لكن كمان بحاول أشرح بالكلام طريقة تصنيع الكنبة الجنينية الجديدة للحديقة. الموضوع بسيط ومختلف عن الطرق التقليدية لصناعة الأثاث، وأقرب لعملية إبداعية. الأهم متخافش تجرب وتبتكر، هتطلع بحاجة كويسة. مش لازم تثني الفوم، ممكن تصمم كنبة زاوية أكتر. أنا بس اتعلمت إزاي أعمله وعجبني. دلوقتي الكنبة هتبقى أخف من العفش المنفوخ، بس ده مؤقت، وهتبقى قريب أقوى وأتقل. بجد حاجة جامدة إنك تقدر تلف الكنبة كده. ما تحكمش عالية جامد بسبب الأشكال، لسه بتعلم أشتغل بالخامة دي في العفش.
أنا بجهز الخليط للعزل الحراري. الخلطات دي بتتباع في كل محلات مواد البناء وبتيجي من ماركات مختلفة. الخليط ده للصق ألواح الصوف المعدني والبوليسترين على واجهات البيوت للعزل الحراري، ومع شبكة فايبر جلاس مقاومة للقلويات بيعمل طبقة أساسية على العازل. بدأت أستخدم أدوات المحارة والإسباتولا والمبرد لعمل طبقة التسليح الأساسية على الكنبة. خليط العزل الحراري فيه بوليمرات خاصة بتقوي التصاقه بالفوم. بقطع الشبك وبوصلهم بتداخل 10 سنتيمتر. في أماكن بستخدم قطع صغيرة من الشبك أو بواقي من شغل تاني، وفي أماكن تانية بستخدم قطعة كبيرة بقطعها من رول جديد. دي نفس التقنية اللي بيستخدموها لتدعيم واجهات العزل الحراري من الفوم بقالهم سنين، بس السطح عندي أكتر انحناء. الخواص الممتازة للفوم كعازل قوي مش هتستخدم في المنتج ده، لكن عمره الافتراضي الطويل اللي بيزيد عن 50 سنة وامتصاصه للمية شبه معدوم، وكمان تماسكه القوي، دي كلها مميزات مهمة. بستخدم الخليط مع شبكة الألياف الزجاجية للتدعيم لحد 100. التشطيب النهائي مش محتاج أسطح تكون متساوية تماماً، عشان كده حتى اللي أول مرة يمسك أدوات المحارة يقدر يعمل الشغل البسيط ده. المعجون الواسع بيدي نعومة نسبية للسطح وبيجف ويتمسك بسرعة. غير البوليمرات، الخليط فيه أسمنت، والأسمنت بياخد وقت طويل عشان يوصل لقوته الكاملة، عشان كده تقدر تعدل أي أخطاء عملتها من غير مشاكل. في الأول تقدر تظبط السطح زي ما تحب. كنبة الحديقة خفيفة مش زي زمان. الطبقة الخارجية اللي نشفت ثبتت ظهر الكنبة والدراعات، وقررت أشيل الحاجات اللي كنت لازقها برغوة جوه. هم عملوا اللي عليهم، وكمان من غيرهم هيبقى أسهل أحط الطبقة المدعمة. شكل الكنبة من غيرهم المفروض يبقى أشيك وأخف. الحيطة الخلفية كانت معوجة، فركبت خشبة مؤقتة عشان أعدلها. كنت متوقع الكنبة هتطلع قوية كفاية بناء على خبرتي مع الفوم المسلح. لازم أستعمل المسطرين وأفرد طبقة خليط على الفوم بسمك كاماميلي، وبعدها أحط شبكة الفايبر وأغمرها في الخليط. الغلط إنك تحط الشبكة وبعدين الخليط فوقها، عشان كده ما شلتش قطع الشبكة، رجعتها تاني على الخليط وكملت طبقة التسليح. العملية دي غلط ومينفعش نسميها عملية لياسة. في الحالة دي بيحصل ولادة كنبة مبتكرة من مادة مركبة حقيقية. المادة المركبة بتتكون من أكتر من مادة، وبيكون ليها خواص جديدة غير المواد الأصلية، زي ألياف الكربون مع الراتنج بيعملوا بلاستيك كربوني قوي. المواد المركبة بتتكون من دمج مواد مختلفة في هيكل واحد، وبيكون ليها خواص غير كل مادة لوحدها. لما بنستخدم المادة دي مش بنحتاج أدوات كتير. بصراحة كمدون بحب الأشغال اليدوية، براندات كتير بتبعت لي أعمل دعاية لأدوات. شغلي اليدوي بسيط ومش محتاج أدوات، فبرفضهم، وده معناه أدوات جديدة مش بتدخل ومش بتشغلني عن ابتكاراتي اللي من غير أدوات. رطوبة الشتا في الجراج عالية والسخان بيسرع الموضوع. بعد ما ينشف معظم العيوب سهل تتصلح. الميزة في الطريقة دي إن السطح المعدني اللي حصلنا عليه ممكن نزينه بأنواع كتير من الطبقات النهائية، سواء كانت طبقات جاهزة لأي ميزانية أو طبقات معمولة يدويا بأقل تكلفة ممكنة. البوابة كانت 90% فوم وزينتها بطبقة جاهزة، والتكلفة كانت غالية والشكل النهائي ما كانش حلو. جاهزة عشان كده ما فيهاش روح. بيته $1000 بجدران فوم، والحمام والدش الخارجيين برضو من الفوم.
متزوق زي الطوب بأرخص لاصق بلاط، والنتيجة طلعت حلوة ورخيصة جدا. سرير زراعة عالي ودافي من الفوم، كومبوسترات، حوض سباحة صغير، ممر وسور كلهم من الفوم، متزوق كأنه حجر طبيعي برضه باستخدام أرخص لاصق بلاط. وكل مشروع كنا بنعمل الحجر فيه بيطلع أحسن وأحسن. شكله حلو جدا وسعره رخيص، تقدر تعمله شبه الحجر الغالي. الكنبة بس غالية شوية. احنا مش في روبليوفكا، دي قرية بيلاروسية عادية، والبيلاروسيين ناس بسيطة ومتواضعة. عشان كده قررت أتعلم طريقة تانية رخيصة للتشطيب الديكوري، وأول حاجة عملتها إني عدلت الإسباتولا المطاطية عشان تبقى مناسبة. خلطت شوية لاصق بلاط رخيص وبدأت أعمل أول طبقة. بعد ما شفت فيديوهات تعليمية على يوتيوب بحاول أطبق اللي اتعلمته. يا رب تكونوا فهمتوا إني بحاول أخلي الكنبة شبه الخشب. العقد الخشبية ما زبطتش معايا، فقررت ما أرسمهاش وكملت تزيين الكنبة كخشب درجة أولى. في الخشب الدرجة الأولى مفيش عقد وده المطلوب. الجيران هيستغربوا أنا جبت الخشب العالي ده منين، خصوصا إن هنا كله كابوس. لاحظت إن لاصق البلاط بيحتاج كمية أقل من اللي بيستخدم مع الطوب أو الحجر الطبيعي. بستخدم المبرد أفرد طبقة لاصق رفيعة، وبعدين بمشي بالمشط المطاط يمين وشمال. يا جماعة ما تحكموش عليا بأسوأ، دي أول مرة أعمل كده. كل حاجة من غير إعادة أو تصحيح، وأظن الموضوع مقبول. دعمت كل الحوافي بشبكة ولاصق. أنا اشتغلت مهندس في مصنع أثاث صغير لمدة 10 سنين. اشتغلت من أول اليوم لآخره زي ما بيقولوا، ولما بدأت كنت مش فاهم حاجة في الأثاث خالص. أنا دارس إلكترونيات. الطبقة رفيعة وبتنشف بسرعة، وبستخدم المشاحيف لتعديل عيوب السطح اللي شبه الخشب. بس حسب الهيكل الوظيفي في مصنع الأثاث لازم يكون فيه مهندس. اضطريت أبقى مهندس، ومع الوقت فهمت كل حاجة وبقيت محترف وخبير في مجال الأثاث. هيكل الكنبة الكلاسيكية بيتكون من قطع كتير، والموضوع مش بسيط. بس بالطريقة دي تقدر تنسى خبرتك في الأثاث، لأنه كل حاجة بسيطة. دلوقتي الكنبة بقت وزنها تقريبا زي كنبة الحديقة الخشبية. واحد من متابعين القناة كتب تعليق بيقول: المهندسين والتقنيين والكيميائيين اللي بيطوروا مواد وتقنيات جديدة مش فاهمين إن الفوم المسلح ممكن يبدل مواد صناعي أي حاجة. نهاية الاقتباس. زي ما أنا فاهم النبرة هنا المفروض تكون ساخرة، مين عارف، يمكن فعلا بالنسبة للأعمال هم هدفهم يمنعوا انتشار المواد دي، ولو حصل كده البناء وأي استخدام تاني للمادة دي هيبقى أرخص، وده ضد مصلحة رجال الأعمال. كل حاجة بسيطة لحد دلوقتي. مين معترض على اختياري لتشطيب الخشب؟ الفيديو مش عن التشطيب، هو عن الكنبة المصنوعة 90% من الفوم بنوبلكس، وطرق تشطيب الأثاث كتير جدا. لو ركزت قوي تقدر تغطيها بفسفساء حقيقية، وساعتها أغنى الناس هيغيروا منك. الاستيراد الموازي مش بينطبق على أثاث الحدائق الإيطالي ولا شغل الحرفيين الإيطاليين. أكيد دلوقتي هم زعلانين جدا. أنا ومراتي جربنا بأرخص دهان وكذا لون نخلطهم عشان نطلع لون شبه الخشب، بس إحنا خلطنا كمية قليلة من الدهان كفت نص الكنبة بس، واضطرينا نخلط الدهان من الأول تاني. كنت لوحدي وما قدرتش أظبط اللون، كنت محتاج اللون ده، بس عملت لون تاني وخلطت دهان كتير زيادة، وزعلت إني هضطر أخلط من الأول. اخترت الكنبة بلون خشبي شوكولاتة بالحليب، جائزة روسيا لأفضل مدون اصنعها بنفسك 2023 اتعملت مؤخرا، ودي 5 مرة تنظمها شركة فيسي انسترومنتي. قناة أغاني ياشا كوسياك ترشحت تاني. عارف إن كتير من المشاهدين صوتوا بحماس، شكرا لكم جدا، بس المرة دي ما كسبناش، جينا في النص تقريبا وكان فيه منافسين أقوياء. ممكن اللي مش في صالحنا إن ناس كتير شايفة طريق القناة، واللي بيحسم مش الأداة لكن التقنيات البسيطة المتاحة للجميع. أعترف إني بسعى لكده، وعارف إن أدوات رو ما كانتش تقدر تخلي الترشيح يتم من غير أداة.
البروتوكول والأسفلت. ممكن تحيط نفسك بعدد كبير من الماكينات الغالية والأدوات لكل مهمة، وفي الآخر ما تعملش أي حاجة جديدة أو فعلا مثيرة للاهتمام. كنت هزهق وأظن إنكم كمان هتملوا. الماكينات والأدوات كويسة، لكن الطرق اللي بدونهم أحسن. زي ما أنتم شايفين الموضوع بسيط: فوم، لزق، شبكة، مبرد، وإيدين. حتى اللي مش شاطر هيعرف يعمل كده. بصوا على تقنيتي. في الآخر بغطي الكنبة بورنيش أكريليك مطهر ملون، ينفع للخشب والطوب والمحارة والحجر. مراتي خيطت مخدة طرية للكرسي. شوفوا النتيجة، ما تحكمش عليا، دي أول مرة وهتكلم عن التكلفة. الكنبة عرضها مع المساند حوالي 1.60 متر والمقاعد 1.20 متر بعمق 80 سنتي. استخدمت حوالي 5 ألواح بس. استخدمت بنوبلكس كومفورت 3 سنتيمتر، أقل من كيس 25 كيلو. لزق عزل حراري ل7 متر مربع. كيلو شبكة جبس، 4 أكياس لزق سيراميك، 3 أنبوبة فوم، شوية دهان ورنيش، إسفنج ومتر ونص قماش. واضح إن الكنبة الخشبي تكلفتها بسيطة جدا. المادة ملامسها مش أصلب من الخشب وكمان دافية، مش زي الخرسانة المسلحة. لو في متحف للفوم العازل الكنبة دي هتكون هناك. اعملوا لايك كبير، اشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك وحساباتي على دازين، تيك توك وإنستغرام من الروابط تحت الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا رب يعم السلام في العالم. شكراً.